ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال، ومكملين في سلسله الديكورات الترندي. والنهارده هنعمل ديكور هنستخدم فيه المرايه الصغننه دي، وعندي خيط من الصوف وخيط كمان خيش، وعندي الخرطوم الرفيع ده موجود في كل محلات البويات، واعواد الايس كريم هنحتاج منهم 10 بس كده. ودي الخامات اللي هنحتاجها في الديكور بتاعنا النهارده. اول حاجه هجيب كده المرايه وهاخد مقاسها على قد مقاسها بالظبط من الخرطوم ده، بحددها بالظبط وببدأ اقصها. انا قطعة الخرطوم اللي عندي مش كبيرة، وعندي انا الجزء التاني ده يدوب على قد الديكور بتاعي، فهقصها بالنص. هبدأ الاتنين اقاسهم على بعض كده واقصها بالنص علشان القطعتين يبقوا قد بعض بالظبط. هنا خلاص قصيتها بقت عندي بالشكل ده. هجيب بقى خيط الخيش وهلف على الثلاث قطع من الخرطوم دول بالخيش، القطعة بتاعت المراية والقطعتين التانيين. بس بثبت في البداية كده بشمع، وبعد كده ببدأ ألف الخيط وانا قصة الخيط اللي عندي قطع مش كبيرة علشان ما يضايقنيش وانا بلفها. هنا بعد ما لفتهم بقى عندي بالشكل ده. دول القطعتين اللي قد بعض، ودي القطعة التانية. هشيل كده، كان في جزء من الخرطوم شيلته، وببدأ أتأكد من المقاس. وهجيب كده قطعة هي دي قطعة من الأعواد بتاعة الشيش طاووق، قطعة صغيرة بس عشان أبدأ أربط الجزئين ببعض وألزقهم ويدوني الشكل الدائري وما يتفكوش مني. بس ضفتها كده في النص، ضفت عليها شمع ودخلتها ما بينهم، وهزود بقى شمع علشان تمسك معايا كويس، وهفضل مثبتاها بإيدي لحد ما تمسك كويس. ده بقى شكلها، بس أنا لفيت عليها كمان لفتين من الخيط عشان تبقى قوية أكتر معايا وما تتفكش. عندي بقى الأعواد دي برضو هبدأ ألف عليهم من الخيط الخيش، بلفها بالشكل ده وببدأ كده أجمعهم جنب بعض. هي بسيطة جدا وبتتعمل بكل سهولة. الديكور بتاعنا النهاردة فعلا مش هياخد منكم وقت أبدا، وهيدي لبيتكم شكل حلو وجديد ومحدش يتخيل ان احنا عاملينه في البيت. هنا بعد ما كملت ال10 أجزاء هبدأ أشيل الجزء الزيادة ده، لأنها لو أنا كنت كملتها كانت هتبقى طويلة زيادة. فانا بشيل الجزء اللي باقي من الخشب ده وهبدأ اجمع الشكلين مع بعض. اعتقد انتوا عرفتوا احنا هنعمل شكل ايه، وضحت شوية. ببدأ الزق الاطراف وبثبتهم بايدي كويس. هنا بعد ما لزقتهم واديتها شكل كده، يعني شكل العين كده مرسومة، جبت الجزء اللي هو الدائري اللي عندي ده وضفت عليه شمع، وهبدأ ألزق عليه المراية من الظهر، وبثبت بس المراية بشمع عشان تبقى ماسكة كويس، وهي بتبقى ماسكة كويس جدا في الخيوط والحاجات دي. هجيب بقى خيط الصوف اللي معايا وهبدأ ألزقه عند الجزئين اللي هما يعني الجزء ده والجزء التاني، يعني الطرفين بس، وطبعا يبقوا متساويين. وكمان ده هيقوي معايا الديكور ويقوي معايا الجزئين دول، عشان ما تنسوش ان انا لازقاهم بالشمع بس، وده طبعا مش كفايه، تبقى محتاجه انها تتقوى. انا كان ممكن لو ما عنديش يعني الخيط البني ده، كان ممكن ان انا استخدم نفس الخيط الخيش، بس انا حبيت اغير في الشكل شويه، وكمان اللون ده هيدي شياكه وشكل حلو قوي. خلصت جزء وببدأ اشتغل في الجزء التاني. اتمنى اللي وصل معايا للجزء ده يضغط لايك، وما تنسونيش في كومنت حلو زيكم يشجعني. واي حد بيكتب لي كومنت او بيعمل لي لايك، بجد شكرا جدا جدا لتقديركم ليا. ولسه في ديكورات كتير جدا هنعملها مع بعض. احنا نخلص كل الديكورات الترندي في بيتنا وهنعملها بكل سهولة ان شاء الله. هنا خلصت الجزئين زي ما انتم شايفين عملوا شكل حلو جدا للديكور بتاعنا.
هجيب بقى انا الجزء بتاع المراية ده وبحطه في النص علشان لما اجي الزق الاعواد دي يبقى الشكل مظبوط. الاعواد دي احنا هنعملها في شكل الرموش، انا عاملاهم كلهم نفس المقاس علشان انا عايزه اديها كلها نفس الشكل، مش عايزه الطول قصير وطويل. وعلى فكره كنت عملت انا قبل كده معاكم مرايه وكمان تعليقه للاكسسوارات، كانت شكل عين برضو وطالعه دلوقتي ترند جدا. هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف ان شاء الله، واحاول ان انا انزل لكم الفيديو تاني. دي كمان كانت حلوه جدا. انا هنا بعليها من تحت بواحدة من الأعواد دي علشان ما تبقاش نازلة لتحت ويبقى شكلها حلو مرفوع. الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت كل جزء منهم أخد مني 5 من الأعواد دي، عشان كده في البداية قلت لكم احنا نحتاج 10 من من الأعواد بتاعة الآيس كريم دي. وطبعا أنا هنا بلزقها من الظهر مش الوش. هنا خلاص بعد ما لزقتهم ببدأ أعدلها علشان ألزق المراية بتاعتي. بضيف بقى شمع من الجنبين وببدأ أثبتها من فوق وتحت. بعد ما ثبتها وبقت ثابته كويس، ده الظهر هبدا الزق فيه تعليقه وعايزين التعليقه ما تبقاش باينه. انا عملتها هنا عند خط الرموش ده علشان ما تبقاش باينه. ودي قطعه خشب هثبت بيها المرايه واداري بيها الظهر عشان الفينش بتاعنا يبقى حلو. ولو مش موجود عندكم ممكن قطعه خيش او قطعه كرتون، اي حاجه منهم هتبقى شكلها حلو جدا. وكده خلصنا الديكور بتاعنا. شايفين شكله حلو جدا وشيك، اتمنى يكون عجبكم. شكله بسيط وشيك وعملناه بأقل التكاليف وعملناه بحاجات اصلا رخيصة جدا، محدش يتخيل ان احنا عاملينه بالحاجات البسيطة قوي دي. اتمنى يكون عجبكم. وكمان الديكور اللي تحت الدائري والفازة عملتها معاكم برضو. هسيب لكم اللينكات بتاعتها في صندوق الوصف. بحبكم قوي، ما تنسونوش في اللايك الجميل. باي باي.